يا صباح الجمال والسعادة والتفاؤل وكل حاجة حلوة. النهاردة بقى هنعمل فطاير لفات الصوف. يا جماعة الجو برد بجد برد، وانا قررت ان انا اعمل معجنات، انتوا عارفين. هنعمل النهاردة فطاير. طبعا لفات الصوف اكيد انتوا شفتوا حاجة زي كده قبل كده، على شكل لفات الصوف، تشكيلة حلوة قوي مع حشوة دجاج تحفة بجد رائعة، يعني نكهة مختلفة وجديدة. متأكدة انها تعجبكم جدا، متأكدة هتعتمدوها، هتعتبروها سندوتشات وسناك وهتفضل عندكم موجودة دايما في الفريزر، تسخنوها وتاكلوها على طول. هنحتاج 3 كوبايات الا ربع من الدقيق وربع كوباية من السكر. طبعا السكر هنا في الوصفة دي مش هيخليها مسكرة، هو هيخلي العجينة طعمها حلو جدا، مش هتبقى مسكرة، يعني ممكن تحشي بحاجة حادقة عادي. نص معلقة صغيرة من الملح، معلقة ونص صغيرة من الخميرة، وكخطوة اختيارية تماما ممكن نحط معلقة كبيرة كده مليانة من اللبن البودرة. طبعا انتوا عارفين ان اللبن البودرة بيدي نكهة حلوة قوي المعجنات، بيدي لون كمان ساعات، فده اختياري مفيش مشكلة، من غيره مش هيحصل اي حاجة. هنقلب بقى المكونات الجافة. طبعا العجينة دي لو عايزين تضعفوا المقدار ضعفوه زي ما هو عادي جدا. هنحتاج كمان بيضاية في درجة حرارة الغرفة علشان خاطر بس الخميرة ما تبوظش الخميرة. كوباية ناقص معلقتين كبار من الحليب الدافي. وهنقلب بقى، نضرب كده البيضايه الاول كده بالويسك كده، والحليب انا حطيته بس على مرتين، خفت احسن يكون كتير ولا حاجه، بس تمام يعني، وانا شغلت لا خلاص تمام كده. وهنبتدي بقى نعجن في العجينه بتاعتنا دي لحد لما تنعم، يعني تبقى ناعمه كده شويه، ما تبقاش مبهدله ولا متقطعه. يعني بيكون شكلها كده اهو، نعمت كده شويه زي ما انتوا شايفين. بصوا بقت ناعمه ازاي، مفيش فيها تقطيع كتير. هتاخد لها تقريبا دقيقتين. حط عليها معلقتين كبار من الزبدة الطرية، يعني في حرارة الغرفة تكون طرية، مش سايحة خالص ومش ساقعة، يعني أقدر أعجنها مع العجينة بسهولة. لو ما فيش زبدة نحط 3 معالق كبيرة من الزيت وبس كده. ادي كل الاختيارات، كل البدائل. وهنعجن بقى في العجينة دي لحد ما يظهر لها صاحب. يعني هنعجنها لحد لما تنعم تاني وتشرب الزبدة. وطبعا في تيست كده هنعمله للعجينة، وانا عملته معاكم كذا مرة، ان احنا نمسك العجينة نقطع منها حتة كده ونفتح كده بايدينا، نشدها كده على شكل شباك ونشوف هيتقطع ولا لا بسهولة، هيتقطع بسهولة يعني ولا لا هيشد معانا. لو شد معانا زي ما انتم شايفين كده وما تقطعش، يبقى العجينة دي اتخدمت حلو. وده يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن تعرفوا بيها العجينة دي اتخدمت كويس ولا لا. طبعا عندكم عجان استخدموه، ما عندكوش عجان انا بعجن بايدي دايما في الفيديوهات، علشان عارفة ان مش كل الناس عندها عجان، مع ان انا عندي واحد، بس كل حاجة ممكن تتعمل بالايد. في طبق خارجي كده نضيف هدي دهنة زيت كده، ونحط العجينة فيه ونسيبها علشان خاطر تخمر في مكان دافي. في الجو البرد ده وفي الشتاء ده يعني نولع الفرن كده 3 دقايق ولا حاجة يدفى كده، وبعد كده نطفيه ونحط فيه بقى العجين بتاعتنا ونسيبها تخمر جوه الفرن، ونولع اللمبة كمان، اللمبة بتدفي كمان لحد لما تخمر تضاعف حجمها. وعلى ما جهز بقى الحشوة، حطيت 4 معالق من الزيت، حطيت بصلايه كبيره متقطعه تقطيع صغير شويه يعني ناعم شويه بس تدبل كده، بحط عليها 4 فصوص من الثوم المفروم. اديلهم تقليبه كده، ونحط عليهم بقى فلفل الوان. انا حاطه فلفلايه كبيره لونها اخضر وفلفلتين صغيرين لونهم احمر، يعني الاخضر اكتر من الاحمر، بس لو في الوان حطوا. وهنديلهم تقليبه كده اهوت لحد لما التوم يطلع ريحته والفلفل يدبل كده شويه. نحط عليهم بقى الدجاج بتاعنا، معايا صدرين دجاج متقطعين تقطيع صغير، مكعبات صغننه. طبعا ممكن تحطوا اي حشوه انتوا عاوزينها، مش لازم حشوه الدجاج، ممكن تحطوا لحمه مفرومه متعصجه، ممكن تحطوا جبن، ممكن تحطوا شوكولاته، ممكن تحطوا يعني اي حاجه. هنحط بقى الملح والفلفل الاسود، معلقه كبيره من الجنزبيل اللي هو المطحون البودره، ومعلقه صغيره من القرفه، بس كده. هي دي البهارات اللي احنا هنحطها على الوصفه دي، وحلوه جدا وطعمها تحفه بجد. وهنقلب بقى ونشوح الدجاج مع الخضار بتاعنا دهوت. عندكم مثلا جزر ممكن تبشروا الجزرايه براحتكم، يعني ممكن تزودوا وتنقصوا الحاجه اللي ما بتحبوهاش ما تحطوهاش عادي، واللي عندكم عايزين تضيفوه ضيفوه. ممكن تحطوا بسله بقى، حطوا خضار، ادوها قيمه غذائيه زودوها، حطوا بصل اكتر، يعني زي ما انتوا عاوزين. المهم هنشوحها لحد لما تستوي وتشرب السوائل خالص، مبقاش فيها اي ميه علشان ما تنزلش في المعجنات. العجينه خمرت زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل، بحبهم قوي هم خمرانين كده، شكلهم مقلبز وحلو كده. خرجت الهواء منها
ويعني هديها فرماية كده صغننة أو دعكاية كده صغننة على البورد، وهشكلها على شكل اسطوانة وهقطعها بقى من 5 ل 15 قطعة على حسب حجم الفطيرة اللي انتوا عاوزينها. أنا عاملاهم صغيرين، ممكن تبقى 5 فطاير كبار، ممكن تبقى 10 متوسطين الحجم، ممكن تبقى 15 مثلا أو 12 صغيرين، وعلى حسب الدقيق بتاعك ما هيرمي معاكي. فقطعوا زي ما انتوا عاوزين العدد اللي على مزاجكم. كورتها بقى وغطيتها علشان خاطر ما تنشفش، وهسيبها على جنب على ما ابتدي افرد فيهم واحده واحده. هنفردها على شكل مستطيل كده، ونحشي بقى، نحط الحشوه في طرف ونبتدي نقفلها زي القطايف كده، ونقفل ونضغط عليها. واي حشوه بنفس الشكل برضو، ونقطع بقى بالسكريبر او بسكينه او بقطعه البيتزا، يعني خطوط صغننه قريبه من بعضها زي ما انتم شايفين كده، بحيث لما نلفها تبقى عامله زي شكل الصوف بتاعنا. طبعا انا عملت فيديو على فكره قبل كده لخبز لفه الصوف لو انتوا فاكرين من سنه، وكان ترند وكان مكسر الدنيا، كان حلو قوي. فهي شكلها فعلا مميز. بصوا دي صغننه، دول صغننين خالص، شايفين شكلها قد الصباع كده الصغنن. فطبعا قطعوا الحجم على حسب انتوا عاوزين حجم عشان ما تلتزموش بنفس اللي انا عاملاه بالظبط. وهنلفهم بقى ونرصهم في صينيه كده قريبين من بعض، مفيش مشكله حتى لو لزقوا في بعض في الفرن مش مهم. وهنغطيها ونسيبها علشان خاطر تخمر برضو في الفرن الدافي بتاعنا لمده نص ساعه لحد لما يعني تكبر شويه او تنفخ شويه. واخر حاجه بقى بندهن وشها بحليب. لو عايزين تدهنوا بصفار بيضايه مثلا مع معلقتين حليب هيبقى حلو برضو، هديها لون حلو، هديها لون جامد. انا هدهن بحليب وهكتفي بالبيضه اللي انا حطاها، وانا عارفه ناس كتير بتقرف من البيض فخلاص هندهن بحليب، ولكن ممكن تدهنوا بصفار بيضايه معلقتين حليب ونقطتين خل، هتبقى حلوه جدا، مش هيبقى فيها زفاره. الخل يعني بيشيل الزفاره. ممكن تدهنوا بنسكافيه او بعسل زي ما انتوا عاوزين بقى. وهندخلها فرن سخن على درجه حراره 180 لمده تقريبا من 17 ل 20 دقيقه، او لحد لما تاخد لون من فوق. اول ما تطلع وهي سخنه كده على طول بالفرشه بقى وميه، مش حليب، ميه، جوه الطبق ده فيه ميه، وندهنها كده دهنه محترمه بالميه ونغطيها. بصوا انا بغطيها بحاجه تقيله كمان علشان اكتم الحراره، يعني حاطه اللي هي الفوطه دي، وحطيت فوقيها كمان مصليه عشان مصليات تقيله علشان اكتم بقى الحراره فيها خالص. وبس كده ربع ساعه ولا حاجه، 10 دقايق ربع ساعه. بصوا بقى هتبقى طريه شايفين الجمال، شايفين السكر، شايفين العسل. لازم اتغذى في الوصفات بتاعتي. فتحفه بجد والله، حلوه قوي، حشوه رائعه، ريحتها وطعمها خزعبلي بجد رهيبه. الفطيره نفسها طعم العجينه روعه روعه. طبعا انا يعني الجو برد شويه اليومين دول، انتوا عارفين على طول لازم افتح الفرن واديها بقى معجنات. تعملوا منها بقى كميه، شيلوها في الفريزر، تنفع بقى لسناك لساندوتشات، تطلع كده بقى تتسخن في مايكرويف ولا حاجه، هتبقى تحفه. وانا عارفه ان الحاجات دي بتسحف كده، يعني دي كانت غدا بالنسبه لي. انا بالنسبه لي ده غدا مرضي جدا مع كوبايه شاي مثلا ولا حاجه، مزاج. وبس كده، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولي رايكم فيها، ونزلوا تطبيقاتكم على الجروب بتاعي على الفيسبوك، واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.